أهلا وسهلا بكم أصدقائي أصدقاء قناة على المنصة مع أحمد حواش، القناة اللي بتقدم لكم المعلومات القانونية بطريقة بسيطة وعملية. النهاردة مع بعض في الفيديو ده إزاي تكتب عقد إيجار صحيح 100%، سواء كنت مالك أو كنت مستأجر. كل اللي مطلوب منك بس إنك هتكمل الفيديو ده للنهاية وهتعمل اشتراك للقناة علشان تستفاد بالمعلومات القانونية. طبعا مش محتاجين نوضح أهمية عقد الإيجار، عارفين إن في حالة عدم وجود العقد ممكن يحصل مشاكل كتير، سواء كانت على الأجرة أو على تلفيات العين بعد العقد ما يخلص. وبيكون العقد هنا هو الضامن القانوني الوحيد والسند علشان تقدر تاخد حق. أول حاجة بتتكتب في العقد اسم المالك والمستأجر بشكل واضح. تاني حاجة حاول إنك توصف العين اللي انت هتأجرها بشكل دقيق جدا على الورق، من حيث عدد الغرف والمساحة والحالة العامة. تالت حاجة وهي مدة عقد الإيجار، بدايته ونهايته وشروط تجديد العقد. رابع حاجة في العقد وهي القيمة الإيجارية وطريقة دفعها، سواء كانت شهري أو سنوي أو أسبوعي. خامس حاجة تخلي بالك منها وهي الصيانة وتحديد مسؤولية الصيانة ومين اللي هيقوم بيها، وده حفاظا على حياتك وعلى العقار اللي انت مأجر فيه أو المالك ليه. سادس حاجة وهي حالات فسخ العقد وإمتى العقد يكون غير معمول بيه مع علم الطرفين. سابع حاجة لازم العقد يكون موقع من الطرفين قدام الطرفين، يعني ما يجيلكش العقد موقع وانت تمضي على التوقيع من غير ما تشوف مين اللي مضى قدامك، وده علشان تضمن انك تكتب عقد صحيح بنسبة 100%. في كام ملحوظة كده خلي بالك منهم وانت بتكتب العقد، ومنها انك وانت بتقرا العقد قبل ما تمضي لو ما فهمتش كلمة لازم تفهمها كويس ولازم تعرف ايه معناها، وابعد دايما عن المصطلحات العامة او اللي بتحمل اكتر من معنى. ولو حسيت انك مش فاهم حاجة او في حاجة بالنسبة لك مش واضحة ما تترددش دايما في انك تستشير المستشار القانوني الخاص بيك في فهمها قبل ما تمضي. واخيرا لو استفدت من الفيديو ده ما تنساش اللايك والمشاركة علشان يستفيد منه اكبر عدد من الناس، وما تنساش طبعا الاشتراك في القناة علشان يوصلك كل جديد.